البشاميل من الأكلات اللي ناس كتير قوي بتحبها واللي متعودين دايما نعملها في العزومات والمناسبات. بس أنا لما بلاقي نفسي الوقت أزف مني ومحتارة أعمل إيه في الغدا، بلجأ دايما للبشاميل، لأنه سهل بالتحضير، وفي الآخر كله بيتحط في صينية وبيتقدم على السفرة ويبقى شكله لطيف. هنعمل النهاردة نجرسكو بالطريقة البسيطة والأساسية بدون أي إضافات، واللي هتكون مميزة وخطيرة في الطعم. شايفين عاملة إزاي؟ بجد تحفة. مبدئيا كده هنقول على مكونات الحشوة بتاعة الفراخ، واللي هتكون عبارة عن صدر كبير كده من الدجاج هنكون مقطعينه رفيع أو مقطعينه مكعبات، وهنحتاج لفصين من الثوم وبصلاية كبيرة. بالنسبة للتوابل هنحتاج لبابريكا وملح صيني وملح عادي وفلفل أسود وكزبرة جافة وكركم، يعني حوالي نص معلقة كده من كل نوع. وهنحتاج لزيت زيتون. في حاجة واسعة كده هضيف الدجاج وهنقطعه التقطيع اللي تعجبكم، وهضيف عليهم الثوم. المكونات كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو كالعادة. وهضيف عليهم البصل، دي اسهل طريقة. وهاخد من زيت الزيتون حوالي معلقتين كبار، نقدر نضيف زيت عادي برضو بمقدار معلقتين كبار. هضيف بقى التوابل بتاعتي. اللي مش متوافر عنده ملح صيني يقدر يستعمل مرق الدجاج كده، او يكتر شوية من الملح. هغطيهم واسيبهم حوالي ساعتين كده او ساعة حسب ما انتي محتاجاها. بعد كده هنروح على البوتاجاز في طاسة. هبدأ ان انا اضيف بقى الخليط اللي احنا سيبناه بعد ساعتين. بس اول حاجة هنسيب الطاسة تسخن قوي، عشان انا عايزة ادي للفراخ معايا صدمة بحيث تتقفل الانسجة بتاعتها وتبقى جوسي من جوه. فهبدأ الاول كده على نار عالية هديلها صدمة كده، واول ما تغير لون ههدي النار شوية وهسيبها حوالي دقيقتين 3 كده لغاية لما تستوي معايا. هي كده غيرت معايا لون، هبدأ بقى ان انا هدي النار وهسيبها بقى لغاية لما تتشرب معايا ومبقاش فيها نقطة مية. بعد كده هنشوف مكونات البشاميل معانا. هحتاج للتر من الحليب وحوالي 3 معالق كبار كده او 3 مكعبات من الزبدة او السمنة. وهحتاج ل3 معالق كبار من الدقيق. وهنحتاج لملح وفلفل اسود وملح صيني برضو حوالي ربع معلقة صغيرة. وهنحتاج يعني ده اختياري جبنة رومي. اول حاجة هنعملها في حلة كده على النار، هنضيف عليهم الزبدة او السمنة او اي مادة دهنية انتوا هتستعملوها. بس انا بفضل الزبدة لانها بتدي طعم حلو قوي للبشاميل. انا ما سبتش الزبدة تسيح لانها بتتحرق لو سبتها تسيح. فطبعا مجرد ان انا ضفتها في الحلة نزلت عليهم بالدقيق. هبدأ ان انا اقلب فيهم كده، هتبدأ تسيح معايا، واول ما الدقيق يبدأ ريحته تظهر ويبدأ يعمل كأنه بيفور معايا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ ان انا انزل بالحليب. الناس اللي مش متمكنة بقى في عمل البشاميل هتبدأ تنزل بشوية بساط قوي من الحليب وتقلب. الخليط هيبقى سميك معاها واحدة واحدة لغاية لما يفك معاها خالص عشان ما يكتلش معاكي. لكن لو متمكنة زي في عمل البشاميل هتنزلي بالحليب مرة واحدة، بس طبعا بالتقليب المستمر عشان ما يخرصي معاكي. ولو نفترض ان هو خرز معاكي بالهاند بلندر كده هنعمه. بعد كده هضيف بقى الفلفل الاسود. انا ضفت حوالي ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وبرده ربع معلقه من الملح الصيني. الملح الصيني طعمه زي مرقه الدجاج، فلو مش متوافر عندك الملح الصيني تقدري تضيفي مرقتين دجاج كده. بعد ما بدأ القوام بتاع البشاميل يتقل معايا وبدأ يعمل بابلز ضفت عليهم الجبنه الرومي. طبعا بتديلها طعم تحفه جدا، نقدر نستغنى عنها، بس بصراحه بتدي البشاميل لحته تانية خالص. اول ما عمل بابلز بدأت ان انا اطفي النار عليه على طول، وهنبدأ بعد كده نسلق المكرونة بتاعتنا. هنحتاج نص كيلو كده من المكرونة اللي هي الفيتوشيني، اللي هي الشرايط اللي هي بالشكل دي. طبعا المكرونة دي طبعا الاساس بتاعت الوصفة، بس نقدر نستعمل اي نوع مكرونة عندنا مش هتقول لا. في حلة فيها مية كده ورشة من الملح، هنبدأ ان احنا نسيبها تغلي، واول ما تبتدي تغلي هننزل عليهم بالمكرونة الفيتوشيني بتاعتنا اللي هي الشرايط. وهنسيبها حوالي كده يعني من 7 دقايق ل8 دقايق. احنا مش عايزينها تكون مستوية سوا تام، عايزاها سوا الا ربع كده، يعني زي ما بيقولوا اسمها ملدنة. وبعد كده هنشطفها ونسيبها بقى على جنب. هنجيب بقى حاجة واسعة ونبدأ نجمع بقى باقي المكونات اللي احنا عملناها كلها. اول حاجة هنزل بالبشاميل كده، وهنزل عليهم المكرونة بعد ما شطفتها كويس جدا من النشا، وهنزل عليهم بالفراخ بتاعتنا.
هي حلاوة الطبخة دي ان كل حاجة كلها بتتحط على بعضها وبتتعمل في صينية واحدة. هخلط بقى كل المكونات دي كلها مع بعض كده، واتأكد ان كل الخليط بقى كل واحد مفيش حاجة يعني رايحة على جنب لوحدها، كله تداخل في بعضه كده. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا وهبدأ اضيف بقى الخليط بالشكل ده كده. انا ما دهنتش الصينية بأي مادة دهنية، استكفيت بالدهون اللي داخل البشاميل. بعد كده هنجيب بقى الموتزاريلا بتاعتنا، اخر حاجة هنضيفها. هرش بقى شوية كده على الوش بالشكل ده كده، وهغطي بقى الصينية دي بالفويل وهدخلها الفرن على الرف الوسطاني حوالي ربع ساعة. بعد كده هشيل الفويل من فوق واخليها تاخد لون، يعني يا دوب حاجة بسيطة كده بس تحمر من فوق، طبعا الوش ما بياخدش حاجة. واحنا حاطين الصينية الربع ساعة دي بنكون مولعين الفرن من تحت بس ربع ساعة، وبنشيل بقى الغطا الفويل وبنسيبها تاخد الوش وتتحمر وتاخد لون ذهبي كده وبنخرجها. شايفين بقى الجمال؟ تحفة جدا وريحتها تجنن. الناس اللي بتحب البشاميل اللي يكون تقيل شوية تقدر تملى المعالق بتاعة الدقيق تملاها على الاخر، بس بصراحة النجريسكو بيحتاج البشاميل اللي يكون سايل كده وجوسي. اللي حابب بقى يضيف شوية الاضافات اللي هو المشروم او زيتون او كريمة طهي، لو حابينها تكون غنية شوية او تقيلة تقدروا تضيفوا كريمة طهي. بس بصراحة الوصفة ديت على قد ما هي بسيطة على قد ما طعمها تحفة جدا. الاضافات اللي انتوا عايزين تضيفوها دي حسب اذواقكم، بس هي دي الوصفة الاساسية. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وصحة وهنا مقدما لكل اللي هيجربها، وباي باي.